الأردن تشكل الجماعات الانفصالية خطرا مصيريا لأمن واستقرار الدول العربية، ويعتبر استعمال هذه الجماعات في النزاعات بالوكالة خرقا واضحا للقانون الدولي. وفي هذا السياق أود أن أثير انتباه لجنتكم الموقرة إلى الخطر الشديد الذي تشكله جماعة البليساريو على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء. لقد تم تأسيس جماعة البليساريو من طرف الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ونظام قذافي سنة 1973 بهدف معاكسة استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية وخدمة للأجندة الجيوسياسية لهذه الدول وبسط هيمنتها على المنطقة. ومنذ ذلك الزمن تسير الأجهزة الأمنية للدولة المضيفة لمخيمات تندوف قيادة البليساريو بأكملها من خلال تنظيم المؤتمرات الزائفة لهذه الجماعة، حيث يتم اختيار قادتها المزعومين، كما أنها تقوم بقمع أي حركة معارضة للبليساريو داخل المخيمات، حتى وإن تطلب الأمر استعمال أساليب الاختفاء القسري والتعذيب. وشكلت هذه الجماعة منذ بدايتها خطرا حقيقيا على استقرار دول المنطقة، وعاملا للتقسيم ما بينها لكونها جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ومدعومين من طرف دول أخرى تنتمي إلى المعسكر السوفيتي آنذاك. ولم تدخر الدولة المضيفة لمخيمات تندوف جهدا لتقديم الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لجماعة البليساريو الانفصالية وتزويدها بالأسلحة، كما أنها فوضت لها السلطة على جزء من ترابها الوطني في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق مكنت الدولة المضيفة لمخيمات تندوف هذه الجماعة المسلحة من التحويل بشكل منهجي للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة هذه المخيمات وبيعها في أسواق الدول المجاورة، في ظل رفض هذه الدول السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، وهذا ما أكدته العديد من التقارير الدولية، آخرها تقرير برنامج الأغذية العالمي حول تقييم أنشطته في الدولة المضيفة لمخيمات تندوف. ومن جهة أخرى أصبحت البليساريو جزءا لا يتجزأ من الشبكات الإجرامية التي تمارس أنشطتها التخريبية من اتجار في المخدرات والأسلحة وغيرها من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. وقد أنذرت العديد من الهيئات